بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الاخبار تتلاحق والاخبار تتوالى ورا بعضها. حازم امام بيعلن تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر. اعلن مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ليكون بشكل رسمي بدلا من البرتغالي ريو فيتوريا، والذي رحل عن التدريب الفراعنة بعد توديع كأس الأمم الإفريقية. وقال حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة في تصريحات خاصة للوطن سبورت: تم تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة. وتابع إبراهيم حسن يعني سيتواجد في الجهاز المعاون لحسام حسن، ولم يتم الاستقرار بشكل رسمي على باقي أسماء الجهاز المعاون. وكان موقع الوطن سبورت كشف خلال الساعات الماضية من مصادره عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني وبشكل رسمي على أن يختار الجهاز المعاون بعد جلسة تجمعه مع مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم. ويعني طبعا دلوقتي خبر مهم جدا عن تولي حسام حسن لمنتخب مصر. وطبعا طالب بعض الناس هيكونوا معاه، يعني زي سعفان الصغير، طارق سليمان، طبعا ابراهيم حسن ده يعني بشكل اساسي. وده طبعا كان احلى حاجة ان هم عملوها. طبعا التعليمات جاءت يعني من فوق ان حسام حسن يجي ويتم التقريب بينه وبين صلاح، لان عارفين ان كان في تصريحات نارية لكابتن حسام حسن وتصريحات لكابتن ابراهيم حسن بشأن اللي حصل والمشكلة بتاعت صلاح. لكن الراجل العميد حسام حسن رد على توليه وقال لمنتخب مصر، وقال: انا في خدمة بلدي وتدريب المنتخب حلم كبير انتظره منذ سنوات، وما عندوش اي شروط. وطبعا اكيد طبعا في اسماء وهيتفقوا على الناس، وان شاء الله خير باذن الله قادم لمنتخب مصر.